الكفتة المشوية جنب شوية مكرونة بالصلصة، جنب شوية رز بسمتي. كلنا بنحب الأكلة دي. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب ومنوعات للورندا. أتمنى تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم إشعار بيه. وأتمنى تشاركوا الفيديو بين أصدقائكم عشان تعم الفايدة للجميع. واتكلمنا كتير ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. هشتغل هنا على نص كيلو من اللحمة، وكمان مقدرنا بصلة مفرومة وبقدونس مفروم وكيس خلطة الكفتة. ممكن تستغني عنه، تستخدمي التوابل اللي موجودة عندك في البيت. وكمان هستخدم معلقتين من البقسماط الناعم، وممكن استبدلهم بمعلقتين من الدقيق، ونص معلقة بيكنج باودر، وبس كده. ممكن تضيفي كمان بيضة كقيمة غذائية حلوة قوي. هنا بقى انا ما صفيتش البصلة، انا حطيتها بالمية بتاعتها. عايزة تصفيها براحتك. هضيف بقى البقدونس المفروم. هحط شوية حلوين كده، بيديها طعم حلو جدا البقدونس. في ناس ما بتحطوش، بس لا بيبقى طعمه حلو قوي. وهنزل بقى بالبقسماط والبيكنج باودر، وهنزل كمان بمعلقتين من خلطة الكفتة. تقدري برضو زي ما قلتلك تستغني عنهم. تحطي بقى فلفل اسود، كوبي بصيني، جوز الطيب، حبة حبهان، اللي انتي التوابل الموجودة عندك واللي انتي حباها. هنا ضفت شوية فلفل اسود صغيرين، وكمان حطيت حبة توابل لحمة صغيرين. وهعجنها بقى كويس جدا، هعجنها بايديا كويس جدا، عجنة محترمة. وممكن كمان تقومي حطوها في الكبة وتفرميها قوي، هتبقى تديكي كمان نتيجة احسن واحسن. بتبقى حلوة يعني، لو انت حطاها في الكبة هتبقى افضل. بس انا استسهلت بصراحة فعجنتها بايدي واكتفيت بكده يعني. هنا بعد ما اتعجنت هعمل هحطها في التلاجة شوية كده، حوالي ساعة ولا ساعتين. عايزة تشتغلي بيها على طول برضو مفيش مشاكل خالص، ممكن تشتغلي بيها ومش هتفك منك خالص خالص خالص، تبقى حلوة جدا. هنا بقى بعد ما طلعتها من التلاجة قعدت حوالي ساعة معايا. هنا بقى هبدأ أصبعها. تقدري تصبعيها بأي شكل انت عايزاه. أنا هصبعها هنا على عصا بتاعت الشيش طاووق. وتقدري كمان تخليها بالعصا زي ما هي وترصيها في الصينية وتطلعيها بعد ما تستوي. وتقدري تعمليها زي ما انا عملت كده. انا صبعتها، جبت عصايتين وصبعت عليهم، وبعد كده شلتها وحطيتها على طول في الصينية. وتقدري تعمليها برضو كور، وتقومي ممكن عامله لها فتحه كده في نص الكوره عشان تستوي وتضمني ان اللحمه استوت معاكي اي شكل انت عايزاه. هنا عملت صباع كده زي ما انتوا شفتوا. هعمل كمان واحد تاني اهو. تقدري بقى تعملي صوابع زي ما انت عايزه، طويله قصيره زي ما انت عايزه، يعني الشكل اللي انت حباه. عايزاها صغيره، عايزاها صوابع طويله زي اللي احنا بنجيبها من عند الحاتي. طبعا ده ذوقك انت ويرجع لك انت. هنا بعد كده ما صبعتها بالشكل دوت، شغلت الفرن، وكنت مسخناه شويه قبليها ودخلتها الفرن، وطلعت معانا بالشكل دوت. طريه جدا وحلوه. وكمان عملت لها فحمه وحطيت عشان تديني ريحة الشوي. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش بقى حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. مع السلامة.